عارف لما ملك المقالب اللي برعب مصر كلها والوطن العربي هو اللي اترعب؟ اللي هحكيهولك ده مش من مشهد برنامج، ده كابوس حقيقي عاشه الفنان رامز جلال. كان عندي تصوير مسلسل، ففي واحد صاحبي قال لي يا عم ما تاخد انت البدل وتظبط نفسك وانت اولى بيه وكده، وانا ابويا عنده شقه في خالد بن الوليد، وخدت المفتاح منه ورحت اسكندريه. كان مين هناك في اسكندريه بالصدفه؟ احمد رزق. فقلت له احمد العنوان وصيدليه مش عارف ايه وكده. المهم فضلنا ماشيين في خالد بن الوليد ده لحد اما لقينا عماره كده، بص كل العماير قصيره، العماره دي الوحيده اللي طالعه فجاه كده، واخد بالك حاجه في النص كده، والباقي كله كده و16 16 رايه. فالمهم ايه، هي في الدور ال 13. الحكاية بدأت في اسكندرية. رامز كان عنده تصوير وميزانية المسلسل كانت على قده، فقرر يبات في شقة بتاعت والد صاحبه في شارع خالد بن الوليد، عمارة غريبة وسط بيوت قصيرة تلاقيها هي الوحيدة اللي ناطحت سحاب 16 دور، والشقة في الدور ال 13. راح هو والفنان أحمد رزق يفتحوا الشقة، الباب عصلك بطريقة مش طبيعية. انا بضرب المفتاح مش عارف افتح، مش عارف افتح الكالون، نفتح شمال يمين، نشد لورا نشد لقدام، نعمل اي حاجه. المهم خلاص وصلنا لمرحله ان احنا بنكسر الباب. خبط ورزع مفيش فايدة. فجأة رزق حط ايده على المفتاح، الباب اتفتح لوحده كأن في حد سحبه من جوه. دخلوا لقوا الشقة عبارة عن مخزن تراب كأنها مهجورة من سنين السنين. النور كان مقطوع، فخبطوا على الشقة اللي قصاده. واحنا بنخبط في كده فجاه الباب فتح، ففتحت لنا واحده ست شكلها غريب قوي، سمرة قوي قوي قوي. المهم فتحت لنا، فانا ورزق اللي هو ايه، اللي هو بصينا لها كده، فالست راحت بص لنا وراحت بص ناحيه باب الشقه. بصيتها ناحيه باب الشقه اللي هو ايه فيها يعني شفقه، عارف اللي هو انتوا ايه اللي جابكم هنا، حاجه كده يعني، فاهم. فقلنا له النبي يا حاجه بس النور مقطوع وكده، فعايزين شمعه وكده. قالت شمعه هتخلص. فتحت لهم ست سمرة جدا، بصت لهم بصة غريبة، بصة فيها صعبانية وشفقة، وكأنها بتقول لهم يا عيني ايه اللي جابكم لمصيركم ده. وادت لهم لمبة جاز قديمة وقالت لهم جملة تقبض القلب: الشمعة هتخلص، دي هتنور لكم كتير. رامز رجع الشقة الفجر لوحده، وبمجرد ما دخل لقى الكارثة: كل الشبابيك وكل بيبان الأوض والدواليب اللي كان قافلها بإيده وحشر فيها جرايد عشان ما تتفتحش لقاها كلها مفتوحة على آخرها، واللمبة لسه والعة في مكانها. ففجأة وأنا قاعد سمعت حنفية مية مفتوحة جوه فخدت لمبة الجاز ودخلت لقيت حنفية مية مفتوحة، بس بتنزل كمية صدى مرعب. فجأة سمع صوت حنفية مية بتتفتح في الحمام. دخل لقى مية لونها صدى نازلة بغزارة، والشقة ما كانش فيها مية أصلا. في اللحظة دي رامز ما كانش شايف قدامه، طلع يجري على باب الشقة. الكارون اتكسر في ايده، والباب اللي طول عمره بيفتح لجوه اتنطر واتفتح لبره. رامز ما استناش الاسانسير ونزل ال 13 دور جري على السلم، هو بيقول يا روح ما بعدك روح. ومن يومها وما عتبش الشقة دي تاني. تفتكروا دي كانت تهيؤات من التعب، ولا سكان الشقة هم اللي طردوه؟